نركز مع بعض. تخيلوا ان مصر على وشك تغيير واحدة من اهم القواعد العسكرية في سماء الشرق الاوسط. دي القواعد اللي ارستها اسرائيكا، اللي هو تحالف اسرائيل وامريكا في اخر 50 سنة. اعرف منين؟ كل يوم بقرا تقارير امريكية واسرائيلية بتحذر من تعاون مصري صيني في السلاح الجوي، وهم بيقولوا انه ده بسبب 3 اسباب. قلقهم ده بسبب 3 اسباب. اولا، مصر بتقرب من تحقيق حلم بقاله عقود، حلم عند مصر، وهو امتلاك طائرات سيادة جوية زي الجي 10 والجي 35 الشبحية الصينية. وعلى سبيل التوضيح، طائرات السيادة الجوية دي مقاتلات بتتحكم في الجو، فبتسقط أي طيارة معادية وتمنعها من تهديد أي هدف، سواء في الجو أو في الأرض أو في البحر. إسرائيل عندها حصرا في منطقتنا الاف 15 والاف 35 اللي هي طائرات السيادة الجوية، وده بيعني سيطرتها الحصرية، وسيطرتها الحصرية دي هتكون في خطر، لأن إسرائيل رفضت تماما أن تمتلك مصر أو أي دولة عربية هذه النوعية من الطائرات لضمان تفوق إسرائيل الجوي. الكلام ده من سنة حرب 1973. السبب الثاني، تفوق إسرائيل الجوي على كل دول المنطقة في مهب الريح، لأن الطيارات الصينية دي مش بس قوية، دي شبحية زي الاف 35 الإسرائيلية بالضبط. والأخطر من وجهة نظرهم إن صواريخها بيسموها صواريخ البي ال 15 مداها 300 كيلو متر، مقارنة بصواريخ الطائرات الإسرائيلية اللي هي فقط 180 كيلو متر. يعني الطائرات الصينية ممكن تضرب طائرات إسرائيل قبل ما توصل لحدود مصر أصلا، أو تدخل طائراتنا في مدى الصواريخ بتاعة الطائرات الإسرائيلية. السبب الثالث، الخوف من العدوى، ونركز في دي مع بعض. فلو مصر عملت كده، في دول تانية في المنطقة هتقلدها وهتروح تشتري الطائرات الصينية، وده هيقلب السيطرة الإسرائيلية على دول المنطقة عسكريا إلى تاريخ، وهيغير شكل التوازن العسكري في المنطقة كلها. القيادة المصرية الحالية واجهت ضغوطا وتهديدات أمريكية من قبل، ولكنها لم تتراجع ونوعت مصادر السلاح، وربما ده يكون مؤشر على انها لن تنصاع لاي ضغوط او تهديدات اسرائيليه جديده في هذا الملف الشائك، لا سيما وان ما تسعى اليه مصر ليس تفوقا مطلقا ضد اسرائيل، وانما هو نوع من الردع النوعي المحسوب عشان يسد بس الفجوه في التسليح ما بين الطرفين. والشطارة في السياسة كما في الحياة هو الجمع بين الأهداف، وليس التضحية بواحد من أجل تحقيق هدف آخر. فمش لازم نعادي أمريكا يعني عشان نشتري سلاح صيني متقدم، لكن كمان مش لازم نكون تابعين تماما لأمريكا. حفظ الله جيشنا، حفظ الله كل أوطاننا. قولوا آمين.